بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. اللهم حقق أمانيه. اللهم اجبر بخاطره. اللهم سخر له بركات السماوات والأرض، وسخر له ملكوت السماوات والأرض، وسخر له ملائكة السماوات وجنود الأرض، واعفو عنه يا رب، وفرج همه، واقضي دينه، وسهل له أموره، وأسعده في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. هو كل من قال آمين يا أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام، إذا أردت أن يوسع الله في رزقك ويقضي حاجتك ويسد دينك ويبلغك الغنى والثراء، فاقرأ هذه السورة القصيرة 7 مرات يوم الجمعة، وسترى من أسرارها في حياتك عجبا بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأنعم الله عليكم بالصحة والعافية، ورزقكم من واسع فضله، ومع ضر وكنز من كنوز القرآن الكريم، ضرة من الدار المكنونة لقضاء الديون ولتسكين الأرزاق والغنى المادي والمعنوي ولإزالة الفقر بقدرة الله، وبسر زورة من أعظم الصور المشهورة بسورة الغنى. إخواني الكرام، وقبل التعرف على هذه السورة أرجو منكم دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة ما من شخص داوم عليها أو على قراءتها إلا وبشره الله بفتوحات عظيمة في الرزق والمال وكرم المعيشة وتسهيل أسباب تحصيل الأرزاق بإذن الله، وبسر أسرار سورة القدر. وهذه الفائدة لها خاصية عجيبة وأثر عظيم إذا قمت بعملها يوم الجمعة أو كل جمعة بين أذان الجمعة. فطبعا سورة القدر هي من ورد التي لها قوة ولها الجليات الربانية، وأسرارها عظيمة ومشهورة لبلوغ الغنى والربح والاستطاعة ولعلو الشأن ولرفع القدر. ومن أعظم فضائلها أنه إذا قرأها الإنسان وداوم على قراءتها فإن الله يوسع في أرزاقه ويقضي حوائجه ويرفع عنه الفقر ويبلغه المناصب العالية. إذا كنت تتمنى شيء وتريد من الله أن يحققه لك ويحقق لك جميع أمنياتك، فسورة القدر تحمل أسرار الكمال في بلوغ المنع. إذا كنت حزينا ومهموما فاقرأ سورة القدر 72 مرة ويرفع الله عنك الهم والغم ويرفع عنك الحزن. سورة القدر لها تجليات نورانية عظيمة لإزالة العسر والحاجة والفقر من حياتك، ولها خاصية وسر عجيب لمن أراد أن يبلغ الغنى والثراء، ولمن أراد أن يقضي الله دينه ويسد عنه كل فقر. وكل من يداوم على قراءة هذه السورة فإن رزقه يصله من حيث لا يحتسب ومن حيث لا يشعر. فإذا كانت عليك ديون أو كانت معيشتك متعثرة ورزقك قليل، إذا كنت تطمح للغنى ولعيش الرغد وللمال الوفير ولكسب الثروة، فوالله هذه السورة هي من بين أعظم السور لتحقيق منالك وأحلامك وأهدافك. فقط داوم على قراءتها وسترى طاقتها ونفحات تفيض عليك مدرارا مدرارا من أرزاق وخيرات وبركات لا تعلم من أين يأتيك الخير وكيف، ولكن يفتح الله عليك من حيث لا تدري ولا تشعر. وهذه الفائدة من بين المجربات الصحيحة والقاطعة المفعول والعجيبة. السر والبرهان لها خاصية عظيمة لقضاء البرهان، لها خاصية عظيمة لقضاء الديون ولتسديد الديون وخير الأرزاق. ما تمضي جمعة إلا وأغناك الله من فضله وفتح لك من أبواب التسخير ما تعجز عن وصفه. والطريقة هي في يوم الجمعة وبين أذان الجمعة تقرأ سورة القدر 7 مرات وأنت على وضوء، وبعدها تقوم لأداء الصلاة، وحين تنتهي من الصلاة أو تنتهي من الصلاة تقول هذا الدعاء 7 مرات. فتقول بسم الله الرحمن الرحيم: اللهم يا من يكتفي عن خلقه جميعا ولا يكتفي منه أحد من خلقه جميعا، يا أحد من لا أحد له، انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك، يا غياث المستغيثين أغثني. وتكرر هذا الدعاء 7 مرات فإنها تقضي حاجتك ويفتح الله لك من أبواب الرزق ما لا يخطر على بالك. وبينما توجهت لقضاء الحاجة فإنها تقضى بإذن الله. وبسر هذه السورة الكريمة وفي باقي الأيام تقرأ 10 مرات
بعد صلاة الفجر. وإذا أردت أن ترى الإسرار الاستجابة السريعة والفورية، وترى التجليات النورانية المبهرة، وترى أثر سورة القدر الواقعة في حياتك وبسرعة، فاقرأ بالعدد 360، وله طاقة خارقة في تسريع الاستجابة. وهذه الأختام تعد من أقوى أختامها أضعاف المرات بعد صلاة الفجر ويوم الجمعة 7 مرات بشكل دائم، أو قرأتها 360 مرة ولكن ليس بشكل دائم، وإنما لمدة معينة تتراوح بين 7 أيام أو 21 يوم أو 40 يوم لحين قضاء حاجتك بإذن الله. وسترى بعدها أن أبواب التيسير وأبواب الفتح بدأت تفتح بإذن الله تبارك وتعالى، وستشاهد قدرة الحق في توسعة الرزق وفي جلب الغنى وفي تسديد الديون وقضائها وفي بلوغ الغنى والثروة والاستطاعة ورفعة القدر وعلو الشأن وبلوغ المناصب العالية. وبإذن الله وبسر هذه الطريقة ما تمر من جمعة إلا وأغنى المقام عن المقال. ولنجاح أي عمل روحاني أو نوراني فيجب تصفية الروح والقلب من كل العلائق ومن كل الشوائب، لا تظلم لا تفسق، وأطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. وأسأل الله العظيم أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. إخواني الكرام، إذا أتمتم الفيديو إلى آخره فلا تبخلوا علينا بالإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ودمتم في حفظ الله ورعايته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وحسنات كل من شارك وساهم في نشره، لعل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.